اصحابي الحلوين عاملين ايه؟ النهارده عايزه اكلمكم ازاي تبقى بشرتك حلوه وصحيه. لان انا دلوقتي بشوف بنات كتير بتشتكي من الموضوع ده بجانب طبعا اللي هم بقوا خلاص عايشين بالفاونديشن والكونسيلر، لان لون بشرتهم شكله مش حلو، ودايما بشرتهم شكلها مصفر او موجه. بصي، اول حاجه رقم واحد واتنين وتلاته واربعه الاكل. لو انتي حد بتاكل اكل صحي، بشرتك هيبقى شكلها كويس، لونها هيبقى متوازن. مش شرط يعني ان خدودك هتبقى حمراء، بس هيبقى بشرتك لونها كويس. لو انتي بتاكلي اكل مش صحي، ان انا بقى تبقى بشرتي مبقعه او انها تبقى مصفره وتحت عينيا اسود والحاجات دي، ده العادي، وما ينفعش اطلب من بشرتي حاجه تانية. فاول حاجه لازم اكل اكل صحي. لو انا لاي ظروف عندي مشكله ان انا اكل اكل صحي، يبقى اخد فيتامينز. يعني مثلا انا عندي معدتي تعبانه، ففي حاجات مفيده للبشره مش قادره اخدها. او مثلا الحاجات مثلا اللي فيها حديد بتتعبني اور وات ايفر، يبقى اخدها سبلمنت. بس طبعا مفيش سبلمنت على الارض زي ان انت تاكلي اكل وتخلي جسمك يستفاد بيه. انا عامله حلقه عن الشعر والضوافر، واتكلمت ان الشعر والضوافر والبشره التلاتة بيتجمعوا في نفس الفيتامينز. فمش هطول عليكم، ممكن تشوفوا الحلقات التانية بالتفصيل. بس هو طبعا اهم فيتامينز A C E and selenium. دول اهم حاجه للبشره. طبعا الحديد مهم، الزنك مهم، فيتامين بي مهم طبعا. آه، كل الحاجات دي بتفرق في صحتك. ليه؟ لان دول انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت يعني مضادات اكسده، يعني بيطردوا اي سموم في الجسم، يعني بيحاربوا التجاعيد، بيخلوا بشرتك صحيه. فده اول جزء لازم نهتم جدا 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 بالاكل، اما نضطر نرجع للسبلمنتس. تاني حاجه العنايه بالبشره. يعني انا اصحى الصبح اجيب لوشن جل محترم. الجل دوت اغسل بيه بشرتي يليق مع نوع بشرتي. انا واحده بشرتي دهنيه، فانا اغسله بلوشن للبشره للدهنيه يجفف لي بشرتي، والعكس صحيح. انا واحده بشرتي مثلا جافه، اجيب صابونه دوف اللي هي الناعمه او اي صابونه كريميه استخدمها علشان يعمل مويسترايزنج لبشرتي. في ناس بتغسل بشرتها بالصابون. بتهزروا يا جماعه، ما ينفعش، لان ده داخل فيه كيميكالز يعني خطر جدا جدا على بشرتك. فلازم تستخدمي حاجة صحية مش داخل فيها كيميكالز كتير، ده ثابت. رقم ثلاثة، الحاجة اللي بتكلم عليها دايما في حلقات الميك اب. الميك اب اللي بنستخدمه ده هيتحط على بشرتك هتمتصه. فلازم اكون بستخدم ميك اب نضيف، مش لازم يبقى غالي قوي، بس تبقى ماركة كويسة. ميك اب نضيف مش جايباه من اي سوبر ماركت ولا محل مثلا اكسسوري اور وات ايفر، ولقيته سعره حلو وشكله حلو وجبته. كل الحاجات دي ممكن تسبب لك احتكاكات، تسبب لك حساسية، تعمل لك التهاب، فمش ناقصين خالص. بشرتك مهمة جدا، المسامات بتاعتك دي بيمتص كل حاجة تحطي عليها بتمتص. فلازم ان انتي تستخدمي حاجة نظيفة وكويسة. ولازم الاهم اخلص الميك اب اروح اشيله. ما ينفعش ان انا انام بالميك اب. ليه؟ انا كده بشرتي هتتخنق، يعني المسامات هتتخنق، لازم الهواء يدخل لها. فانا هروح بالليل هستخدم ميك اب ريموفر كويس، واروح شايله الميك اب بتاعي، بحيث تبقى بشرتي نايمه مستريحه وتتنفس براحتها. الحاجه اللي بعدها، بالراحه على بشرتكم. دلوقتي انا بشوف مثلا حد بيشيل الميك اب، يعني مش بتشيل دي، بتعذب وشها. بالراحه، بنشيل الميك اب، نجيب القطنه ونحط عليها كميه حلوه كفايه من الميك اب ريموفر، وبالراحه نبدا مش تك تك تك، ما ينفعش. وبرده لو انتي بتحطي مثلا كريم للعين، كريم للبشره، دي ودي ودي والاتجاهات الغريبه اللي انتوا بتعملوها ما ينفعش. لازم تحطي بالراحه. انا بطبطب على بشرتي، عينيا بالراحه، هطبطب كده بالصابع اللي هو ده طري، اطبطب على بشرتي، بحط رقورتي فوق شكل التي، وبالراحه كده بالراحه كده. لو انتوا عملتوا العكس، تخيلوا حاجه زي كده بتعملوها كل يوم، هتبوظ لكم بشرتكم هتطرى، هتلاقوا الجلد دي الخد نزل كده، الحته دي طريت نزلت، هتلاقوا القوره هنا بدات تبقى شكلها مرهق ومتجعده. فبشرتكم اتعاملوا معاها بالراحه، حتى وانتوا بتحطوا ميك اب ما تمسكوش فرشه مثلا الرجاجو وتك تك، بالراحه.
حطوا رجوجو بالراحه. هحط هنا كحل ما جرحش عينيا. ابري القلم كويس، استخدم قلم يكون كريمي او جل او وات ايفر، وبالراحه على بشرتي. الفرش بتاعه بشرتي اجيب فرش ناعمه وطريه مش تجرح بشرتي. انا عامله حلقه عن الفرش اتفرجوا عليها. جيبوا فرش تكون طريه على بشرتكم مش تعور بشرتكم. ندخل بقى للنقطه اللي بعدها، النظافه. بستخدم فرش الميك اب كل فتره تتغسل بديتول او وات ايفر. وشي عيان، وشي عندي طالع لي حساسيه، طالع لي وات ايفر، ما استخدمش اي فرش. استخدم بايديا، لان لو استخدمت الفرشه دي لازم ارميها بعد ما اخف، او تغسلوها بحاجه انتي بكتيريا. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي مثلا واحده عندك هنا ماده، عندك حساسيه، عندك وات ايفر، حطيتي فرشه، بشرتك الحمد لله اتحسنت، اروح انا جايبه الفرشه اللي فيها البكتيريا او وات ايفر واروح حطاها تاني على بشرتي، يلا بوظنا البشره تاني، يلا نرجع بقى نتعب ونعمل العلاج من اول وجديد. ما ينفعش. فانتوا لازم تهتموا جدا باي حاجه بتحطوها على بشرتكم. الفوطه بتاعتك دي مش الفوطه اللي بعمل بيها جسمي، اعمل بيها بشرتي. انا عندي فوطه في الاوضه اغسل وشي واخرج، فوطتي محدش يقرب منها، محدش يستخدمها معايا، وحتى ما استخدملهاش لجسمي. الفوطه بتاعت وشي دي فوطه لوحدها. لازم تفهموا حاجه، ان انتي كل لمسه بتلمسيها على بشرتك دي ممكن توسخ لك بشرتك. يعني انا التليفون ده اللي انا بحطه اهو على ودني، التليفون ده كان فين قبل ما احطه على ودني؟ كان مرمي على السرير، كان محطوط في الشغل، واحده مسكتي، واحده صاحبتي وهي بتاكل وايديها مثلا متوسخه مسكته. انا دخلت الحمام ورديت على حد في الحمام، في بكتيريا لمسته. لما انا ابقى غاسله وشي او خارجه في الجيم، وبالذات بقى الجيم، خدوا بالكم قوي، لان انتوا بتبقوا مساماتكم مفتوحه بسبب التمرين. مسكه مثلا الجهاز او الدمبل اللي انت بتمسكيه ده، في حد قبليكي عرقان مسكه، العرق بتاعنا بيخرج فيه بكتيريا. انا بعدها اروح زقه كده عشان عرقانه، او بعدها اروح عامله كده عشان عرقانه، شكرا، خدنا البكتيريا على وشنا. تروحي تلاقي عندك حبايات ما تقوليش ليه. التليفون ده انا هحطه دلوقتي على ودني، التليفون ده الحته اللي هحطها هنا على خدي، انا مره طلع لي حبايه، قعدت افتكر ايه اللي حصل عشان يطلع لي حبايه، افتكرت ان التليفون. يعني مش فاكره يوميها كنت بلعب مع الكلبه ومش عارفه ايه وبكتيريا وحاجات وكده، وبعد كده هوب احط كده بعد الدش، بعدها مفيش بساعه فجاه لقيت الحته دي بتحرقني وطلعت حبايه. ليه؟ لان بكتيريا. فكل حاجه هتمسكيها في ايديكي ليها علاقه ببشرتك، فناخد بالنا ما يبقاش لسه راجعه مثلا من بره وراكبه مواصلات وفي تراب وكذا وكذا، وادخل واروح حاشه في وشي او حاطه ايديا على وشي او اي حاجه. ايديا دي اغسلها مينيمم 20 ثانيه، وبعد كده ابدا مثلا اغسل وشي، مش كمان ادخل اروح غاسله وشي على طول، لا، ده انضف ايديا واغسلها وبعد كده ابدا اغسل وشي. ندخل بقى على الشمس. بصوا انا مدمنه تانينج، يعني انا بحب التانينج وبموت فيه، ومحدش يعرف يشيلني من تحت الشمس. بس لو هنتان بالعقل. التانينج الاكسبوجر الفظيع للشمس، ان احنا قعدتنا كتير في الشمس، ده بيقوي فري راديكالز. انا عامله حلقه عن الفري راديكالز. الفري راديكالز دي اجسام بتهاجم جسمنا. حلو. بتهاجم جسمنا بسبب 50,000 حاجه. 70% الاكل، وطبعا في بقى الجزء اللي هو بتاع الجو، الشمس، الحاجات دي. انا هتان. انتي في مصر عندنا جو صعب، في الدول العربيه نفس الكلام، الشمس عندنا صعبه قوي. هتان زمان كان يقول لك قبل 12، ده يقول لك قبل 10 دلوقتي، لان الشمس بقى بتنزل الساعه 10 الواحد بيتحرق. زمان كان يقولوا لغايه الساعه 3، دلوقتي لغايه الساعه 4، لان الشمس عندنا قويه. تاني قبل كده وبعد كده ممتاز، والتانينج بيعوض جسمنا فيتامين دي which is very very important. مهم جدا عشان عظمنا، وعمرك عظمك ما هيبقى قوي من غير فيتامين دي. بس هنتان في اوقات غلط، يعني ليه اخطار كتيره، بعيدا عن الفري راديكالز، بعيدا عن التجاعيد اللي هتظهر بشكل غريب، بعيدا عن ان جلدك هتلاقيه خشن، جلدك جاف جدا جدا. يعني انتوا بعد التانينج حتى لو عملتوا تانينج في وقت صحي، انتي لازم تروحي تموسترايزي، تحطي بقى كميه كريمات على بشرتك علشان تعوضي، لان الشمس يعني بتجفف الجلد. تشربي ميه كتير جدا، وتحطي كريمات تقيله كمان، مش كريمات خفيفه. ايه كمان بيجفف لك جلدك؟ الجاكوزي والساونا والستيم، كل حاجات دي جسمك. الجاكوزي انك بتنزلي في ميه فيها كلور، فلازم تخرجي تمويسترايز، تحطي كريمات كويسه جدا على جلدك. الساونا جسمك بيفقد ميه، تخرجي منها تشربي ميه كتير جدا جدا، وتحطوا برضو كريمات. فلازم نهتم بحته ان احنا ننعم جلدنا، وبالذات في الشتاء، لان انت لو جلدك دلوقتي، او انت لو جلدك اخشن،
يعني نشف، هيبقى عامل كده زي الزرعه اللي نشفت. شوفوا الزرعه لما بتنشف بتبقى عامله ازاي، تبقى كانها متشرحه كده، تجاعيد تجاعيد. هو ده اللي بيحصل لبشرتك. نشرب ميه كفايه، اوكي، ونحط كريمات، هتلاقي بشرتك رجعت التجاعيد شكلها هدي، مفيش تشققات في ايدك جامده، مفيش تشققات في رجلك، وهكذا. نشرب بقى الميه. انا مش هتكلم عن اهميه الميه بجد، يعني 50,000 حد اتكلم عن اهميه الميه. لازم نشرب ميه كتير. عندكم مشكله مع شرب الميه وانا مش عارفه ليه؟ اشربوا ميه بديتوكس، حطوا فيها فاكهه، حطوا فيها اللي انتوا عايزينه. مش قادرين ولا نشرب ميه ولا ديتوكس؟ طيب احنا ممكن نشرب نعناع. يعني ممكن تاخدوا ميه عن طريق حاجات تانية، تشربوا نعناع، تشربوا ينسون، تشربوا الحاجات الحلوه دي، هتدخل برضو جسمكم ميه. وكل الفاكهه اللي مليانه ميه، خس، خيار، مثلا الووتر ميلون، البطيخ، وهكذا وهكذا. الحاجات دي مليانه ميه، الشمام، كل الحاجات دي فيها كميه ميه حلوه قوي، هتعوض جسمكم عن التعب والديهايدريشن او الجفاف. بالنسبه للماسكات، حلو جدا ان احنا نعمل كل اسبوع اسبوعين ماسك. انا شخصيا ما عنديش وقت، احنا موظفين يعني، ففكره ان اعمل حاجه طبيعيه وكده، انا بجيب ماسك من بره وبعمله مره مرتين، يعني مره في الاسبوع، وبدعك جسمي. وبرده وانتوا بتشيلوا بتعملوا صنفره بالراحه عشان بشرتكم ما تتعورش. بس انا بشوف بقى في الماسكات حاجه غريبه قوي، يعني مثلا اليوم حاطين خيار على عينيك. طب ما انت لو كلتي خيار عينيك هتبقى هيدريت. يعني قصدي بدل ما نجيب خيار ونحطه على عينينا، ونجيب طماطم عشان فيها مواد صبغيه او بطاطس ونحطها على عينينا، انا لو كلت الحاجات دي جسمي استفاد منها. فاحنا نهتم بالاكل. يعني اهتموا بالاكل اكتر ما شغل بقى ايه، يعني انا هطبخ شويه شويه على وشي واحط عليه حاجات. اهتموا بالاكل، لو اهتميتوا بالاكل هيبقى افيد لكم. واعملوا ماسكات دايما صنفره. عندك رؤوس سودا، تعملي ماسك كده لذيذ في اخر الاسبوع تشيليها. وما ننساش ان بعد ماسكات او بعد ما نخرج من الدش نروح حاطين ايه، نحط قفل المسامات، ميه ورد، تونر، وات ايفر، علشان المسامات ما توسعش ويبقى شكلها هنا بيبقى شكلها سخيف، وبيبدا بقى يدخل جواها اتربه والبقايا بتعمل ايه، الرؤوس السوداء. اخر حاجه احب اتكلم عنها السجاير، السموكينج. دلوقتي احنا كلنا يعني في ظاهره سموكينج وهميه عندنا، وبتظهر من عند يعني تلاقي البنات مثلا 17 سنه والولاد وكده وبيسموكوا. ده بيدمر البشره وللاسف ملهاش علاج، اوكي. يعني ما هتسموكي بشرتك هتبقى تعبانه. انت دلوقتي او انت واحد دلوقتي صغير في العشرينات وبتاع، فقاعد بتسموك وتقول لا مالي انا بشرتي كويسه، وبنت تقول لك لا انا بشرتي حلوه وبشرب سجاير اهو، يعني ما تقفلهاش في وشي. ماشي، بس تعالي نشوف كده ما توصلي ل 30. طب تعالي قبلك كده وانت عندك 40 سنه، ولا وانت عندك 50 سنه. ال 30 بتاعتك هي ال 40 بتاعتي. يعني لازم تفهموا كده. يعني مثلا I don't smoke، I don't، يعني انا بهتم مثلا ببشرتي. انا بشرتي انا في اواخر العشرينات، انا بشرتي احسن من بشرة صحباتي مثلا الصغيرين اللي هم 21 22، وعندهم هنا تجاعيد وهمية، وعندهم هنا تجاعيد جفاف، ما بيهتموش ببشرتهم. الاكل مش صحي، بياكلوا حاجات كتير محمرة وكل الكلام الفاضي ده. وفوق كل ده سموكينج بقى، وننزل نقول لا انا ما بشربش سجاير انا بشيش على اساس ان الشيشه دي مثلا هوا بخار، يعني ما لهاش، لا مفيش حاجه اسمها كده. انت بني ادم، انت بني ادمه، وانت بني ادم اكيد عندك ضعف. انت مثلا واحده بتحبي تشيش، خلاص كل فتره نشيش، مش كل يوم هنزل اشيش. ولو انا بحب اشرب سجاير تبقى حاجه كل فتره يعني، او ما بقاش هيفي سموكر. لكن مش انا بشرب بالعلبه في اليوم وكده وارجع اقول بشرتي. في حاجات ملهاش علاج، يعني مهما كنتي بتاكلي اكل صحي او كده، هتوصلي عند السن وهيبدا وشك بقى، لما وشك هيبدا يبان عليه. فده كان السمرايزنج لايه الحاجات اللي ممكن نهتم بيها عشان صحتنا تبقى كويسه، بشرتنا تبقى كويسه. البشره من الحاجات اللي ممكن تتعب نفسيه قوي البنات والولاد، لان انت ممكن تبقي واحده صغيره بس الناس تشوفك لانك مثلا لاسباب صحيه او بشرتك او وات ايفر تديكي سن اكبر منك بكتير، ودي حاجه بتتعب النفسيه. فاهتموا ببشرتكم عشان تايج ويل وتبقوا مبسوطين بنفسكم، وما تحتاجوش تحطوا ميك اب عمال على بطال. لو جاتكم فجاه خروج او وات ايفر ما تبقوش يعني خايفين او مش واثقين من نفسكم لان انتم مش حاطين فول ميك اب. لا، تبقى بشرتكم حلوه وتقدروا يعني لو حصل قدامكم اي ظرف انتوا كونفيدنت، شكلكم في الجيم حلو، شكلكم على الشط حلو. في اماكن ما ينفعش فيها نحط ميك اب، يعني ايه الكوارث كلها بتبان. فاهتموا ببشرتكم. لو عندكم اسئله اكتبوا لي في الكومنتس هرد عليكم. واعملوا سبسكرايب على الشانل بتاعتنا على يوتيوب اسمها ميك اوفر تي في. Thank you for watching. باي نايم.